مرحبا حبايبي، يا رب تكونون بخير وصحة وسلامة. اليوم أنا سعيد بشكل مو طبيعي. ليش؟ لأنه مطار عربي في بلد عربي ينافس بشكل عالمي. اكو فد نظرية يقولون لازم تهتم للبدايات والنهايات، يستخدموها بالأفلام مال هوليوود، يستخدموها بالروايات. لازم البداية تكون grab your attention، والنهاية أيضا من يتركوك ساتيسفايد. مثلا كونسرت يقول لك انتهى الكونسرت، بعدين ينطوك اكسترا حتى يعززون هاي النظريه اللي هي البدايات والنهايات. بالدول عاده البدايات والنهايات للناس اللي جايين من الخارج هو المطار، فهو الوجهه السياحيه الاولى. اول ما يفوت للمسافر للمطار، واخر من يغادر من المطار، وحتنترك بذهنه الصوره عن هذا البلد من خلال المطار. أنا أشكر جزيل الشكر المملكة الأردنية الهاشمية أنه عندهم هيك مطار عربي نفتخر به أمام كل دول العالم. أنا هسه موجود باللاونج. باعوا حبايبي. طبعا أنا جايب 50% من الأكلات. أول شيء الحمص بطحينة. هذا الحمص بطحينة ما موجود من عنده بكل قارة أمريكا الشمالية والجنوبية والقارة الأفريقية والقارة الأوروبية والقارة الآسيوية، موجود فقط في الشرق الأوسط، فقط هنا. باوع. التكستشر، الطعم، الاشياء كلها ممتزجه حتى تسوي لنا هذا السحر الجاي يصير بالكره الارضيه. طبعا هذا فات ديباع. هاي الشغلات الزلاطات طبيعي هاي، اوكي، بس همينه فريش. انا يعجبني الحمص. متى اقدر انتقل للفقره الثانيه، ولكن انا انتقل للفقره الثانيه انا مصور صار عصبي. فنجي الى الماش بوتيتو. طبعا هذا ماش بوتيتو بيفد 4 انواع شغلات، بيها بطاطا، بيها هاي. هذا بلين انا اخذته. اوكي. هسه نجي الى فقره الكبه اللي تشبه طعم الكبه الموصليه. اوكي، مسويها اتصور بالجميد. انتبه الى السحر اللي جاي يصير. يعني كبه مصراويه لا يعلى عليها. اوكي. هسه نجي الى فقره الكربوهيدرات. عندك هنا هاي الشغلات، اوكي، وعندك الرز موجود من عنده فد 4 انواع، ولكن انا اختاريت الرز اللي هو بالسمك. اوكي حبايبي، باع شلونه؟ الله، باع الطعم، مو الطعم، الرائحه. هسه حيجي الطعم. انا جربت الطعم قبل شوي. فمن تريد تنافس سياحه لازم نسوي هيك لاونج. ما حاحكي لكم على الشغلات الاساسيه اللي هي النظافه والحمامات البرايفت والموسيقى الحلوه، تقدر تاخذ شاور وهاي الشغلات. اوكي، حاحكي لكم على الشغلات المميزه. شوفوا هذا اللاونج الثاني اللي هو الكراون، هذا عباره عن طابق كامل، قسم فقط للاكل، قسم للحلويات المحليه اسمها اغاتي. اوكي، اللي هي البرازه والبسبوسه، هم هنا يصيحوا لها الهريسه. قسم طبعا يعني الكحول وهاي الاشياء، قسم للعصائر، اوكي، الطبيعيه. موجود به غرف فندقيه. رحنا لبعض المطارات العربيه كان بيها هوايه تلكؤات من ناحيه البناء، من ناحيه انه الحمامات ما بيها مي. تاخذ الجلاس من هنا، تحط هذا هنا، شغل كله مال روبوت. باع هاي الفقره الثانيه. عربة مرتبة، حلويات. باعوا هذا هسه المحل مال بيتزا. هسه شوفكم اياه من هنا. بيتزا تقدر تختار شغلاتك، تقدر تحط شغلات، تشيل شغلات، واوفنات وشيف. هذا المقهى مال البن العميد. هنا اللي يريد كل انواع القهوة، الاسبريسو، حتى واحد يصحصح اذا عنده شغل. عندنا سكشن خاص بس بالباستا والمعكرونية. هذا القسم نور تموت عليه.
هالمرة ما حسألكم شنو أحسن مطار زرتوه بحياتكم، بس شنو أتعس مطار زرتوه بحياتكم. أوكي حبايبي، كتبوا لي بالتعليقات، سووا لهذا الفيديو لايك وسبسكرايب وشير وهاي السوالف حتى استمر بتصوير الفيديوهات. احبكم هواية. هذا اني سيريس، هذا يطلع على غفلة. تحياتي. هذا شنو؟ برازق. وهذا شنو؟ هذه هريسة. هنا يصحوا لها هريسة، هناك يصحوا لها بسبوسة.